محمد بيلعب تامر عبد الحميد، وتامر بيلعب العرضيه بيطلع على طول هيثم فاروق وترجع تاني ووائل اللباني عايز يعدي اتضغط عليه وصل ابو تريكه، ماشي ابو تريكه وبيلعبها على طول لحسام مبروك، وحسام مبروك عايز يعدي بيلعبها على طول ناحيه اليمين باصتين ثلاثه، محمد ابو تريكه بيمشي، ماشي ابو تريكه ماشي ابو تريكه ماشي ابو تريكه ماشي ابو تريكه، وبرافو يا عبد الواحد وبرافو يا عبد الواحد. ادي خطوره الهجمات المرتده، ليك حق يا بشير تروح لعبد الواحد، نجم المباراه عبد الواحد، فرصتين اكيدتين مرتدتين بينقذوا، عدى ابو تريكه شايط وعبد الواحد بينقذ الموقف في وقت صعب جدا. ادي كره ابو تريكه وادي التصويبه وادي صدة عبد الواحد. ضربه ركنيه لنادي ترسانه في وقت صعب جدا. ادي عباس فخري بيبص في ساعته، دقيقه 42 وفرصه كبيره وتالق لعبد الواحد السيد. والترسانه شكلها هتعمل التغيير الثالث، لسه احمد حسن هيلعب ولعب الضربه الركنيه احمد حسن معديه وتاني بتتلعب وجنب القايم وجنب القايم برضه كره ابو تريكه، وادي عباس فخري طول الراجل بيلعب المباراه مع محمد عبد الواحد، ومحمد عبد الواحد بيلعب ورا على طول وباصتين ثلاثه توصل ناحيه اليمين لامير عزمي مجاهد، وامير بيلعب العرضيه وبالراس وجنب القايم وبالراس وجنب القايم لهاني حسن، وهاني بيلمها وعايز يلف تاني، لسه هاني اتضغط عليه واتقطعت، سامح يوسف وملعوبه والهجمه المرتده لنادي الزمالك وجمال حمزه وجمال حمزه وبيلعبها جول لنادي الزمالك في توقيت صعب جدا. طارق السيد جول لنادي الزمالك، طارق السيد في الدقيقه 45 طارق السيد وهدف الانقاذ لنادي الزمالك. بقول طارق السيد اللعيبه الهدافه، والدقيقه 45 طارق السيد هدف التقدم للزمالك. على طول الاعلام البيضاء خرجت وظهرت بعد ما تنفس الجمهور الصعداء. حقيقه مباراه صعبه جدا، ما بيقللش كفاءه فرقه الترسانه، الحقيقه عملت مباراه كبيره جدا وخطا قاتل في نص الملعب على طول بتتقطع، والهجمه المرتده السريعه وطارق السيد تتحط له. ليك حق يا مصطفى تمسك دماغك، عامل مباراه كبيره جدا جدا. هنشوف الجول ده تاني مع زميلنا احمد الهند لما تتعاد. فرصه وكره حلوه اتلعبت، ادي جمال حمزه، راح جمال حمزه وعملها حلوه، وطارق السيد بوش رجله في البعيده، هدف جميل. وادي جمال حمزه تاني، لكن تحرك جيد لجمال حمزه وخطا واتلعبت على طول، وطارق السيد وش رجله حلوه في البعيده، والهدف الاول لنادي الزمالك. مجهود كبير جدا لنادي الترسانه. اللعبه تاني مجهود كبير جدا الحقيقه لنادي الترسانه، لكن كفاح لنادي الزمالك وهدف، وده بيأكد لنا ان المباراه ما بتنتهيش الا مع صفاره الحكم. طارق السيد تحرك جيد وهدف جميل في الوقت القاتل.